يا صباح الفل. اللي متابعني من زمان من اول ما عملت البيج دي هيعرف انه كتاب كيف تخطط لحياتك لدكتور صلاح الراشد ليه قصة كبيرة معاه. الكتاب ده من اكتر الكتب ومن اوائل الكتب اللي اثرت في مسيرة التغيير اللي بدأتها من حوالي 5 سنين. ان شاء الله لو لينا عمر يبقى لينا فيديو بنتكلم فيه بشكل منفصل عن الكتاب، انما النهارده انا جايه اكلمكم على جزء مهم جوه الكتاب ده بيتكلم عن مراحل التغيير. اي شخص بيقرر انه يبدأ مسيرة التغيير في حياته محتاج يعرف انه احنا عندنا 6 مراحل للتغيير. اول مرحلة وهي مرحلة الاسقاطات. المرحلة دي تقريبا اللي بيبقى فيها كل البشر ما قبل التغيير، مرحلة اللي بنبقى عايشين فيها دور الضحية. كل حاجة واي حاجة هي السبب الا احنا، اي ظروف خارجية هي السبب في اللي احنا وصلنا له في حياتنا الا احنا. المرحلة دي بنبقى عايشين فيها دور الضحية بشكل كبير جدا، واول ما نوصل انه خلاص احنا تعبنا وجبنا اخرنا ولازم نشوف حد للي احنا وصلنا له ده ويبقى في تغيير في حياتنا، في اللحظة دي احنا بنتنقل للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الاستيعاب. المرحلة دي اسمها مرحلة الاعتراف بالخطأ، اللي بنبدأ نستوعب فيها ان احنا جزء من المشكلة، ان احنا علينا جزء من المسؤولية اللي احنا وصلنا له في حياتنا. بمجرد ما نستوعب ده بنتنقل للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة الاستعداد. المرحلة دي بنسميها مرحلة السؤال والاستشارة. في المرحلة دي بنبدأ نكون مستعدين للتغيير، بنبدأ يظهر لنا الأسباب اللي توصلنا للي احنا عايزين نوصله. بنبدأ نقرأ مقالات، بنقرأ كتب، نحضر كورسات، نستشير كوتشز، ونبدأ نجمع معلومات. وده اللي بينقلنا للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة التطبيق. وخليني اقول لكم انه المرحلة دي مهمة جدا، وتطبيق يعني ظهور نتائج. وطول ما احنا بنجمع معلومات بس احنا واقفين مكاننا. فمرحلة التطبيق دي مرحلة مهمة، وخلينا نبقى عارفين كويس ان هي بتختلف من شخص للتاني على حسب افكاره ومعتقداته واستعداده. كل الحاجات دي بتفرق في المدة اللي بتاخدها المرحلة دي، وخلينا عارفين ان هي النتائج ظهور النتائج ما بيبقاش ما بين يوم وليلة، الموضوع محتاج وقت، محتاج صبر، محتاج مثابرة. وانس ان احنا بدأنا في التطبيق ده بينقلنا للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة المحافظة والصيانة، اللي هي ان احنا نحافظ على اللي احنا وصلنا له. بنبدأ نشوف تغيير حي واقع في حياتنا، فنبدأ نبقى عايزين نحافظ على اللي احنا وصلنا له. المرحلة دي برضو مش مرحلة سهلة، لانه احنا بطبيعتنا جوانا حاجة دايما بتشدنا لورا، بترجعنا لدايرة الامان زي ما بنسميها. فنبقى مجرد ان احنا نبقى عارفين انه في مسيرة التغيير في مرحلة زي كده احنا بنوصل لها، فده بيقلل من تأثير المرحلة دي علينا، ونبدأ في جهاد ان احنا نحافظ على اللي احنا وصلنا له. بعد كده ده بينقلنا للمرحلة اللي بعد كده وهي مرحلة القضاء على المشكلة. فوانس ان احنا بدأنا نتعامل مع مرحلة الحفاظ على النتائج اللي احنا وصلنا لها ونتعامل معاها صح، فاحنا كده اتنقلنا لنقطة القضاء على المشكلة، ودي اللي هي كانت اخر مرحلة في مراحل التغيير. بس خليني اقول لكم ان احنا طول حياتنا بنفضل في ups and downs في المراحل دي. مفيش حاجة اسمها احنا خلاص وصلنا كده للنهاية، لا، احنا بشر، وطول الوقت هيبقى في حاجات في حياتنا عايزين نغيرها للأفضل، وطول الوقت هيبقى في حاجات بتشدنا لورا وترجعنا لورا لأول مرحلة خالص. وطول الوقت احنا بنجاهد في التغيير للأفضل، بنجاهد في مجالات حياتنا المختلفة اللي احنا بنبقى عايزين نطور ونحسن فيها من نفسنا. ودلوقتي بعد ما شفتوا الفيديو حابة ان انتوا تكتبوا في الكومنتات انتوا حسيتوا نفسكم انتوا في انهي مرحلة، وايه الخطوة اللي انتوا عايزين تاخدوها بعد كده او ناويين تاخدوها بعد كده. نهاركم سعيد.